جالي السؤال عجبني جدا بصراحه. حد بيقول لي انا بسمع الفيديوز بتاعتك واروح اطبقها الاقي الامور في وقتها جميله جدا جدا، بعد كده مع الوقت برجع لشخصيتي الطبيعيه تاني. اعمل ايه؟ شوف هقول لك على حاجه. انت لازم الاول تبقى فاهم ان دي مرحله طبيعيه جدا جدا لما تيجي تطبق اي سكيل جديده او اي حاجه جديده بتتعلمها. دي المرحله الثالثه في السكيلز، اسمها مرحله كونشيوس كومبتنت. انك عشان تعمل التكنيك او تطبقه فانت بتضطر تستعمل مخك، تقول انا هرفع ايدي دلوقتي علشان اعبر عن كذا، سوفت سكيلز. انا هطلب من الكاستمر كذا وابص في عينه، لكن بعد شويه لقيت نفسك رجعت تاني لشخصيتك الطبيعيه. ليه؟ لانك كل مره مطلوب منك تستدعي المعلومات من مخك علشان تعملها، ودي حاجه صعبه جدا. طب اتخلص منها ازاي؟ لازم تتعلم انك تنقل السكيل من هنا لهنا في السب كونشس، ودي اكتر حاجه تساعدك فيها انك تستمر في البراكتس كتير. اتعلمت تكنيك جديد طبقه. كان الاول عندك مشكله في استخدام البادي لانجوج بتاعتك زي ايدك مثلا، فكل شويه عايز تدي ايدك اوردر. يعني ان انت عارف احنا بنعرف المرحله الثالثه دي منين؟ لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه وده بيمثل خطر كبير وبالتالي يزيد معانا، ده شخص كده بيدي اوردر لمخه ان هو يستعمل البادي لانجوج بتاعته. هكذا كل الفيديوز بتاعتي لما تيجي تستعمل الصوت مثلا، البوز والستريس. انت ليك طبقه كلام عاديه ممكن تكون الطبقه دي، وده طبعا يا جماعه انت ممكن تكون ليك طبقه عاديه اللي هي الطبقه ديت، فاحنا ممكن نحسن منها. انت ممكن يكون دي طريقه كلامك العاديه، بس لما تيجي تتدرب على الصوت وادواته في البرزنتيشن سكيلز بيبقى مطلوب منك تعمل بوز، تعمل ستريس، وتعلي الفوليوم بتاع صوتك. فتبص تلاقي نفسك استعملتها مره باوردر من مخك اللي هي مرحله الكونشس كومبتنت، المرحله اللي هي انك بتعمل السكيل وانت محتاج فيها تبقى كونشس جدا، عامل زي اللي سايق عربيه ومركز قوي فيها، بيرفع ايده باوردر، بيستعمل صوته باوردر. لكن اعلى درجات السكيل يا صديقي انك تنقلها لمرحله السب كونشس. ازاي؟ تبقى انكونشس وكومبتنت، تعمل الحاجه باللاوعي، تحرك ايدك من غير ما تحسب لها، تبص في عين الكاستمر وتطلب منه من غير ما تفكر، تستعمل صوتك وادواته بشكل سب كونشسلي وبشكل طبيعي جدا جدا. توصل ازاي للمرحله دي؟ براكتس ميكس بيرفكت. استمر في تنفيذ السكيل دي مره واثنين وثلاثه، هتتنقل من هنا لهنا، وبالتالي احنا مش هنقدر نكشفك بعد كده اذا كنت بتتمرن عليها وبتديها اوردر ولا اذا كانت دي طبيعتك اصلا العاديه. فدي واحد من الحاجات المهمه جدا. تسمع الفيديو تلاقي الكلام حلو، تيجي تطبقه اول مره تلاقي نفسك مبسوط، بعد شويه سبت نفسك للطبيعي ترجع تاني. ده طبيعي جدا جدا، ما تقلقش، ده حاجه عاديه. الصح فيها ارمي نفسك في الحاجه اللي عايز تتعلمها مره واثنين وثلاثه. وانا دايما بقول للشباب كلمه يا ريت ياخدوا بيها: اي حاجه في الدنيا ما بتعرفش تعملها اعملها، ولو عملتها مش كويس قوي كمل واعملها كل يوم، كرر فيها، هتلاقي نفسك بتوصل. مش هقول لك بيرفكت لاني ويل نيفر بي بيرفكت، احنا عمرنا ما هنبقى بيرفكت في يوم من الايام، بس على الاقل هيبقى عندك السكيل سلسه وبتستعملها بشكل طبيعي جدا جدا. واتمنى ليك التوفيق ان شاء الله.